السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في أميرة برو أكاديمي، وده الدرس الخامس من كورس أدوب بريمير برو من الصفر للاحتراف. تعالوا مع بعض نعمل امبورت للميديا بتاعتنا. هنا هندوس على امبورت ميديا، او ان انا ادوس دبل كليك. ممكن ادوس دبل كليك ويفتح لي برضو الشاشة زي ما انتم شايفين. هعلم على كل الفولدرات اللي انا عايزاه. وطبعا اتكلمنا قبل كده ان احنا لازم كل شغلنا يبقى مترتب، وكل حاجة عاملاها بفولدر وباسم معين، بحيث ان انا اقدر ارجع لاي شغل عندي، يبقى سهل عليا ان انا اوصل لاي حاجة انا محتاجاها. فانا دلوقتي هعلم على المجموعة دي ودوس import folder. زي ما انتم شايفين كل مجموعة ليها فولدر باسمها. طبعا عندي الفوتو لوحدها، الساوند، الفيديو، كل حاجة محطوطة. لو جينا فتحنا اي فولدر من دول هنشوف اللي جواه. طبعا ممكن نرجع من هنا زي ما انتم شايفين. عايزة ابص على وطبعا عندي فولدر اسمه اكسبورتس، ده بعمله. هو طبعا هنا فاضي، طبعا انا مش محتاجه دلوقتي. ممكن ادوس ديليت، انا مش محتاجه الفولدر ده هنا. هو غالبا انا الفولدر ده بعمله عشان لما اخلص شغلي كله اعمل الببلش او الفيديو النهائي، هحطه في نفس الفولدر ده. فانا الفولدر ده انا مش محتاجاه جوه الفايل. تمام. طيب احنا دلوقتي زي ما انتم فاكرين احنا كنا بنعمل سيكونس ازاي. كنا نختار اي ايتم من عندي واشده كده، اسحبه واحطه هنا، او ان انا اخد الفيديو واحطه برضو على الشكل اللي تحت ده، الايقونة اللي تحت دي كده، وبرضو هيعمل لي نفس القصة. تمام. طبعا انا هرمي ده. انا حاليا انا محتاجة انا عايزة احط الاول الفويس اوفر بتاعي. انا عاملة فويس اوفر هنا، نسمعه مع بعض. في عالم الطبيعة تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من أجل البقاء، ولكي تستطيع النجاة والحصول على الغذاء. طبعا أنا مجهزة كليب مناسب طبعا لكل جزء أو للكلام اللي موجود في الفويس اوفر اللي عندي ده. مبدئيا احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على التايم لاين وعلى التراك. زي ما انتم شايفين التراكات اللي عندي دي. طبعا اي فيديو انا محتاجاه عايزة انزله. الاول محتاجة ان انا استعرض الصوت معايا واشوف ايه المناسب او ايه اللي احطه في الكلام اللي هنا. في عالم الطبيعة تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من طبعا محتاجين مثلا نحط فيديو كليب مناسب للجزئية دي. ممكن ان انا استعرض الفيديوهات دي، محتاجة ان انا استعرض الكليبات الموجودة. فانا هدوس على الفيديو وادوس دبل كليك واشوفه هنا في عندي في الشاشة اللي هنا. طبعا الصوت عالي شوية، معلش انا عارفة. في امكاني ان انا اختار جزء من الفيديو، مش لازم الفيديو كله. وفي امكاني برضو ان انا اخد الفيديو كله على بعضه واحطه في مكانه هنا زي ما انا عايزة، لو حبيت ان انا استخدمه كله. طبعا عايزة الغي الصوت اللي هنا. طبعا افكركم ان احنا اي فيديو كنا بنختاره كنا الساوند بتاعه او الصوت بتاعه بيبقى حاجة واحدة. يعني انا غيرت الفيديو شدته قدام ورا، الصوت ماشي معاه، او مثلا نقلت الصوت قدام او ورا، برضو الفيديو بتاعه ماشي معاه. فانا لو محتاجة اعمل انلينك فانا هدوس كليك يمين واعمل انلينك، عشان انا مش محتاجة الصوت، او ان انا اخلي الصوت ممكن استخدمه مثلا مع الفويس اوفر اللي عندي واعمله ميوت. فاكرين ميوت؟ طبعا ميوت ان انا هلغي الصوت خالص اللي تحت، مش هسمعه. لما اجي اشغل في عالم الطبيعة هلاقي نفسي بسمع الصوت اللي فوق بس. طبعا انا لو احتجت ان انا اقلل الصوت او الصوت ما يبقاش عالي معايا، فانا هدوس كليك يمين واعمل اختار اوديو جين. محتاجة اقلل الصوت لان الصوت اعلى من صوتي انا،
وانا بشرح. فانا هقول ايه مثلا، هكتب هنا طبعا لو كتبت مثلا اي رقم فهو هيعلى، لكن انا محتاجة ايه اقلل، فانا هدوس ايه ماينس واحط الرقم اللي انا عايزاه. ممكن احط ماينس 10 وادوس اوكي. طبعا زي ما انت شايف كده لو عملت، طبعا هنا افكركم ان هنا كنا بنكبر ونصغر من هنا، هتلاقي ايه الصوت الويف بتاعت الصوت قلت شويه زي ما انت شايف. ده دليل على اننا ايه قللنا الصوت. لما يجي يشغل طبيعة تخوض الحياة هتلاقي ايه الصوت قل معايا. تمام. تعالوا بقى نشوف هنا، نسمع الفيديو ونشوف احنا هناخد الفيديو كليب ده لحد ايه. في عالم الطبيعة تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من أجل البقاء، ولكي تستطيع النجاة. طبعا انا ممكن ان انا استخدم الفيديو كليب ده لحد الجزء ده. انا عايزة اوقف لحد هنا واقص الجزء الزيادة اللي انا مش محتاجاه. عندي طبعا بفكركم ان احنا خدنا ايه الريزر تول، الكات دي الأداة الأساسية بتاعتي، أداة القص الأساسية بتاعتي. فأنا هدوس سي واروح ايه قص الجزء ده، وبعدين أعلم عليه وادوس ديليت أو ادوس طبعا باك سبيس، أي واحدة فيهم. هلاقي نفسي ايه قصيت الجزء ده. طيب في طريقة تانية، في طريقة تانية ان انا اعمل كده من غير ما ارجع للريزر تول بمنتهى البساطة. طبعا كنترول زد عشان نرجع خطوة لورا، كنترول زد تاني عشان الغي القص اللي انا عملته. هقف على الجزء ده واقف بالماوس كده زي ما انتم شايفين، هنلاقي ايه الشكل الماوس اتغير. فانا ايه هروح شده كده ضغطه وشده لحد ما اوصل للجزء اللي انا عايزه اقص عنده واقف عنده كده. انا عملت ايه قصيت برضو كده. دي طريقه تانية لقص الفيديو. طبعا برضو نفس الكلام لو انا عايزه احط ايه اقص جزء من الاول، هشد برضو هقف واشد كده، يبقى انا ايه قصيت الجزء اللي في الاول. تمام. طيب ارجع كنترول زد، اديني ايه اخترت اول الطبيعة حاجه احطها في بدايه الفيديو. عايزه اكمل بقى، تعالوا نشوف. تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من اجل. طبعا انا محتاجه هنا مشاهد للحيوانات الموجوده عندي. تعالوا نشوف بقيه الكليبات. ممكن ان احنا نحط ايه، تعالوا نحط مثلا، نشوف الفيديو ده، دوس دبل كليك عليه، ادي ايه الفويس، ادي الفيديو ظهر عندي فوق. هستعرضه برضو. لو انا جيت عرضت بدوس ايه طبعا بلاي من هنا. طبعا هنا انا بشوف المينيتور دي، انا بشوف فيها الفيديو الاصلي. تمام. لكن اللي هنا بيبين لي ايه الفيديو اللي موجود على السيكونس اللي انا ايه هعدل فيه او هقص فيه او ان انا احط له افكت. ده الفيديو اللي انا هيبان عندي بعد كده لما اعمل له اكسبورت في الاخر. لكن هنا السورس بتاع الفيديو، فانا محتاجه ان انا اشوفه واستعرض اللي فيه. تعال نشوف، نعمل بلاي هنا. طبعا انا مش عايز اخد الفيديو كله، ممكن انا اقف على الحته اللي انا محتاجه اخدها. يعني ممكن هنا هقول ان انا هقف في الحته دي مثلا، اختار مثلا ممكن اقول من بدايه الفيديو. طبعا عشان احدد اول نقطه انا هاخدها، فانا هدوس على الايقونه دي اللي هي ايه ميك ان، هعلم عليها كده وهاجي هقف عند المشهد اللي انا عايزه اقف عليه. مثلا هنقول مثلا في الحته دي بس المره دي هنبقى ايه اوت، اللي هي ميك ايه اوت. طيب انا حددت الجزء ده. طيب اخده ازاي، احطه على التايم لاين من هنا. انا عندي هنا ايقونتين، الايقونه الاولانيه دي بتخليني اخد الفيديو. يعني انا لو شديت كده وحطيت هبص الاقي ايه ان انا خدت الفيديو بس ما خدتش الصوت بتاعه، يعني فيديو نزل لوحده. طيب انا لو عايزه اخد الصوت بس من غير ما اخد الفيديو، برضو هعلم على الايقونه التانية دي للصوت واشد كده، اعمل دراج اند ايه دروب في اي حته هنا. طبعا انا عندي محتاجه ان انا ازود تراك للصوت. ازود تراك صوت ازاي، هروح عامله دايسه كليك يمين واقول ايه اد تراكس،
ان انا اضيف تراك للصوت، او ان انا اضيف من هنا. يعني هنا هقول اد تراك، هيضيف لي تراك واحد بس. تعالوا نشوف. هدوس كده واقول ايه؟ اد تراك، زود لي ايه؟ تراك تحت. دي برضو ايه؟ ان انا ازود تراكات ازاي. هاجي اعلم على الفويس بتاعي، هشده كده وانقله تحت. طبعا انا مش محتاجه الفويس، بس انا حابه ان انا اوريك ازاي انقل. انا مش محتاجاه، فانا هدوس ديليت لان انا مش عايزه الفويس ده. فانا محتاجه ايه؟ الصوره بس. فانا هشد من هنا، اخد الايقونه الثانيه دراج اند دروب كده، واروح ايه؟ نقلها في المكان اللي انا عايزاه. طبعا انا عايزاها من بدايه الكلام، من بدايه الجمله. فانت لاحظ ان شكل الويف بيتغير. يعني انا عندي الويف الجزء ده مفهوش صوت، لكن الجزء اللي فيه طالع نازل ده اللي ايه؟ فيه صوت. يعني ده بدايه الجمله هتبقى من هنا. طبعا انا هكمل الكلام، ووقف شويه ثواني وبعدين ابتدى ايه؟ يتكلم. فانا ايه؟ هقف في الحته دي وانزل الفيديو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستعرض برضو. تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من أجل البقاء. ممكن ان انا ازود فيديو كمان. يعني مثلا خدت هنا الجزء ده، ممكن ازود كمان اي فيديو تاني. ممكن اخد النمر ده، المرة دي ممكن اشده كده واسحبه واحطه واشوفه في المكان ده. مش لازم كل مرة في الايه؟ في المونيتور، حسب ما انا ايه عايز. تعال نقف هنا. هنروح واقفين في نهاية الفيديو ونشد نقص ايه؟ الجزء ده. تعال نتفرج احنا عملنا ايه. صراعا مستمرا من اجل البقاء ولكي تستطيع هنا بيقول لك هنا ولكي تستطيع النجاة. ولكي تستطيع النجاة والحصول على الغذاء تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات. تعال نشوف شكل تاني ممكن نحطه هنا. هنختار مثلا ده، نعمل دبل كليك، نتفرج على الفيديو فيه ايه من هنا من الاول. ندوس ستوب. طبعا انا عندي هنا لما بدوس على الايقونه دي بينقل لي ايه؟ اول الفيديو. وطبعا الايقونه التانية دي ايه؟ اخر الفيديو او اخر الكليب. وهنا طبعا البلاي بتاعتي دي طبعا بنقل فريم قدام. كل ما ادوس عليه بنقل فريم قدام. وممكن كمان بطلع فريم قدام من ايه؟ من الكيبورد، من السهم الشمال بتاعي في الكيبورد برضو اهو. طبعا انا مش بدوس بالكيبورد اهو، بيطلع قدام، والسهم اليمين بيرجع فريم لورا. تمام. فاحنا كده الايقونات دي احنا ايه؟ اتكلمنا عنها، وعرفنا طبعا الميك ان والميك اوت اللي بتحدد لي الجزء اللي انا عايزه اشتغل فيه. تعالوا احنا مثلا الفيديو ده طويل، ممكن ناخد من اول هنا. طبعا الشورت كات بتاع ميك ان بدوس ايه؟ اي. لو انا محتاجه ان انا ايه؟ اشتغل، يعني اسهل لي ان انا اشتغل بالشورت كات، ادوس اي وارجع اقف في الحته اللي انا عايزاها مثلا هنا، وادوس ايه؟ او اللي هي ايه؟ اللي هي ميك اوت. ادي او. انا علمت الجزء ده، انا محتاجه اخد الفيديو بس، فانا هشد الجزء ده. تمام. اديني حطيته هنا. ولكي تستطيع النجاة والحصول على الغذاء تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات. تعالوا مثلا نقف هنا في الحته دي. انا محتاجه مثلا ان انا الفيديو ده يستمر معايا لحد الجزء ده. بمنتهى البساطه هقف في الاخر واشد زي ما احنا ايه اتفقنا قبل كده. تمام. حلو جدا. تعال نعرض الباقي. تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات خاصة تساعدها على العيش في بيئاتها المختلفة. تعالوا نحط مثلا اي فيديو. طبعا انت طبعا بتنقي اللقطات المناسبة. يعني طبعا انا عشان انا بوريك بس، لكن انت طبعا هتحاول ان انت الكلام يبقى مناسب مع الفيديو كليب اللي انت ايه بتحطه. تعالوا مثلا نختار عندي مثلا الفيلم ده او الفيديو ده. دبل كليك كده. تعال نشوف فيه ايه. تمام. انا مثلا هقف في الفيديو ده لحد ايه؟ مثلا هستعرض لحد طبعا ممكن امسك الشكل ده كده
واجيبه قدام وورا زي ما انا عايزه اهو. اقف مثلا لحد هنا كفايه وادوس ايه او، طبعا هيحدد لي ايه من الاول لحد ايه ما انا وقفت. هشد بقى زي ما بنعمل كل مره اهي وانقله. تمام، تعال نشوف. تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات خاصة تساعدها على العيش في بيئاتها المختلفة. تعالوا نقف لحد هنا. انا مش عايزة احط فيديو جديد في الجزء ده. تعالوا مثلا نختار فيديو تاني، نختار مثلا الفيديو ده. تمام، تعالوا بقى ايه نشوف. بس ده انا هدخله، ممكن انا عايزة احطه في الجزء ده. احنا شرحنا الايقونات اللي موجودة دي هنا. عايزين بقى نشوف الايقونتين دول عبارة عن ايه. انا عندي الايقونة دي اللي هي insert، لو انا دوست عليها هينزل لك الفيديو، بس في نفس الوقت هيقص الجزء اللي تحتيه معاه وهيزحزح بقية الايه الساوند او الموفي كليب اللي محطوط. تعال نحط كده اي حاجة تحت، يعني مثلا ممكن احط مثلا الفويس ده هنا عشان نفهم. ممكن احط مثلا اي حاجة فوق كده مثلا، طبعا هطفيها عشان نشوف احنا تحت حاطين ايه. بمجرد ما اقف بالمؤشر في الحتة دي واضغط هنا، عمل لي ايه؟ ضاف لي الفيديو في الجزء ده وقص من الفيديوهات اللي تحت واللي فوق، من الساوند اللي فوق، من تراك الساوند ومن التراك بتاع الفيديو اللي فوق، وايه وحط الفيديو فين؟ في المكان ده لوحده. يعني بص زحزح لي بقيه الايه الحاجه هنا وهنا. طب انا مش عايزه كده، انا محتاجه اعمل ايه؟ طبعا هلغي دي، مفيش داعي احطها. لو انا عايزه احط الفيديو زي ما هو هنا في الحته دي، يبقى فوقيه ان هنا بيحط لي ايه؟ اوفر رايت، يعني بيحط الفيديو على الحاجه اللي موجوده. يعني مثلا انا لو الفيديو ده طويل شويه كده وجيت رحت دايسه كده، طبعا انا لازم اكون معلمه على التراك. يعني بص هنا في1 احنا ما اتكلمناش على يعني ايه سبب الفي1 الاولانيه والثانيه دي. الفي1 الاولانيه دي ده بعلم على التراك اللي موجود. طب الفي1 الثانيه دي بتتكلم على المينوتور اللي موجوده هنا. طبعا لما انا حطيت في1 يبقى هو لو دوست على الايقونه دي هينزل لي الفيديو بس. طب لو انا محتاجه انزل الفيديو والصوت، لو الفيديو كليب اللي معايا فيه صوت، فانا هعلم على الاثنين. اروح معلمه كده تحت. طبعا انا اخترت فيديو ما فيهوش صوت، فعشان كده انا ما باجي اعلم هنا هو مش طالع لي صوت. تعالوا نشوف فيديو تاني، شوف حاجه فيها صوت. لو انا عملت بص هنا اعرف ازاي ان هو فيه صوت ولا لا. هتلاقي في ايقونه ظاهره هنا فيها ايه اللي هي الشكل اللي هو الساوند، الايقون الموجوده دي، ده دليل ان هنا في صوت. فانا لو علمت على الفيديو اللي فيه صوت ده، قلت دبل كليك وعايزه انزل الفيديو ده، طبعا الفيديو فيه صوت وفيه صوره، فانا هنا هعلم على في1 وفي ايه 1 اللي تحت عشان ينزل لي الصوت والصوره مع بعض. لو انا دوست على الايقونه دي اللي بيحصل؟ عمل لي اوفر رايت فوق الفيديو اللي انا كنت حاطاه ده، يعني كاني قصيت وحطيت الفيديو في المكان ده. تعال بص كده مره تانية. انا وجيت وقفت كده، لو دوست على دي وانا طبعا معلمه على A1 وV1 ودوست عليها هتنزل لي ايه الصوت والفيديو في نفس المكان اللي وقفت فيه على الفيديو اللي موجود. طب انا لو حابه انزل الفيديو بس والصوت لا، هدوس كنترول زد طبعا عشان ارجع. هروح معلمه على A1 وادوس تاني مره على الايقونه. ايه اللي حصل؟ نزل لي الفيديو بس ما نزلش الايه الاوديو معايا. طب تعال نشوف، نعمل كنترول زد. في حاله لو انا علمت هنا ولغيت الجزء ده ايه اللي هيحصل؟ نفس الفكره. تعال ندوس على الايقونه ونشوف، هينزل لي ايه الصوت بس. تمام، حلو الكلام ده. تمام، احنا كده ايه فهمنا الفرق بين الفي1 والاي 1 الجزء ده والجزء ايه التاني، الجزء اللي ايه اللي جنبه ده اللي بيدل على التراك، ان انا اكون معلمه على التراك نفسه. تعالوا نطفي ده ونطلع فوق كده، نعلم على الجزء ده ونعلم طبعا على الجزء ده.
الغي بس ايه الكلام هنا عشان ينزل ايه الفيديو بس. فانا هقف كده واروح دايسه ايه حطلي الفيديو في المكان اللي انا ايه اخترته في التراك اللي موجود عندي اللي انا ايه مختاراه هنا. طبعا انا علمت دي عشان ينزل لي ايه الفيديو، وعلمت دي عشان اختار المكان اللي ينزل فيه الفيديو. تمام، عرفنا الفرق بين الايقونتين دول دي او دي، وعرفنا الفرق بين الفي 1 هنا والفي اللي موجوده هنا. تمام. طبعا افكرك كمان ان احنا ايه عملنا طبعا افكرك طبعا باللوك. فاكر اللوك ان احنا لما نعلم على اللوك يبقى احنا هنا مش هنقدر نحط فيديو او نشيل فيديو. يعني مثلا انا لو جيت علمت على اللوك هنا قفلته، خلينا نقفل الايه الساوند او الفويس اوفر. انا محتاجه ان الفويس اوفر مش هعدل فيه خالص، انا هحطه كده وهشتغل عليه ان انا اضيف الفيديوهات بس. فانا هعلم على اللوك دي. حلو، تمام، عشان في حاله ان انا جيت قصيت، جيت نقلت اي حاجه، جيت شديت بالغلط كده، مش هتتنقل ومش هيحصل فيها اي تعديل او اي افكت بالغلط. تمام. طيب انا وقفت في الجزء ده، تعالى نسمع هو بيقول ايه. تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات خاصة تساعدها على العيش في بيئاتها المختلفة، ومن أهم هذه التكيفات التمويه. ومن أهم هذه إيه التكيفات التمويه. طبعا هنشد دي كده عشان تبقى على قد الإيه المكان بالظبط. طيب أنا حاسة إن التراكات كتير، فإحنا إيه هنعلم عليها وندوس إيه ديليت تراك. طبعا هنا اد تراك، لو أنا عايزة أضيف كذا تراك هيفتح لي إيه الإعدادات كده، وانا احدد عدد التراكات. محتاجه مثلا اضيف كام تراك هنا، 2 أو 3 على حسب ما انا عايزه. وهنا يقول لك هضيفه فين بالظبط، قبل اخر تراك ولا بعد التراك الاولاني او التاني، على حسب ما انا اختار مكان التراكات اللي انا عايزاه. مثلا هنا افتر فيديو تراك، لو انا هضيف مثلا، خلينا مثلا نجرب، لو انا قلت هضيف 2 هنا. وطبعا الكلام بقى نفس الكلام او الفكرة بالنسبة للاوديو، انا محتاجة مثلا هضيف هنا 2 أو 3. شوف نجرب، هنختار برضو بيفور فيرست تراك او افتر اوديو على حسب ما انا عايز. هعمل كده واقول ايه اوكي، ونشوف. هتبص تلاقي نفسك ايه ضاف لك تراكات كتير. طبعا اثناء ما انت عمال تشتغل هتلاقي نفسك الدنيا بقت مليانة تفاصيل كتير، فانا محتاجة ان انا اشيل التراكات الفاضية اللي مش موجودة عشان الشاشة اعرف اشتغل فيها. هعمل نفس الفكرة برضو، هدوس كليك يمين واقول ديليت تراك. هنا طبعا اد تراك شوفنا ازاي بنضيفها، هندوس بقى ايه ديليت تراك. ايه الفرق بين الجزء ده والجزء اللي فوق اللي هو اد تراك اللي فوق دي وديليت تراك؟ الفرق بينهم ان ده بيضيف حاجة واحدة، تمام، لكن هنا بيضيف لك على عدد اللي انت كاتبه. اقول مثلا ديليت تراك. المرة دي بقى انا محتاجة اعمل ايه؟ انا محتاجة الغي كل التراكات الفاضية، فانا هقول ايه ديليت فيديو تراك. طبعا لازم اعلم عليها عشان اقول له انا محتاجة ادلت الفيديوهات، ولو محتاجة يعني ادلت الصوت برضو هعلم عليها بالمنظر ده. طبعا هنا برضو نفس الفكرة، بختار الايه التراك اللي انا عايزة الغيه، او ان انا اقول له all empty track بحيث ان هو يلغي لي كل التراكات الفاضية. ونفس الفكرة هنا ان هو يلغي لي كل التراكات الفاضية، وادوس ايه اوكي. ايه اللي حصل؟ لغى لي كل التراكات الفاضية. اوكي، تعالوا بقى نكمل. هنا طبعا انا عشان عملت هنا قفل. فاكر لما كنت بقول لك انا لو جيت اضيف هنا فبيقص لي من التراك هنا ويجيبه بعده؟ تعال نشوف كده نجرب. لو عملت كده ايه اللي حصل؟ تراك الفيديو زي ما هو، رغم ان انا ممكن ان انا كنت مثلا يبقى فيه تراكات فوق وتحت هتتقص وتتزحزح، لكن التراك اللي احنا بتاع الفويس اوفر اللي احنا مش عايزينه يحصل فيه اي تعديل، مش هيحصل فيه اي تعديل، هيتزحزح كل الفيديوهات وهيتضاف في الجزء ده اللي انا ايه عايزه اضيفه، والباقي والفويس اوفر مش هيحصل له اي حاجه. تعالوا ندوس كنترول زد. طبعا الموضوع ده مهم ليه يا جماعه؟ يعني مثلا انا هنا في الحته دي مثلا جيت وقفت في الحته دي بين الفيديوهين دول مثلا، او في الكات ده، تمام، انا عايزه اضيف حاجه هنا ومش عايزه اعدل، اشد واسحب الفيديو وارجع اشوف ارجعه تاني. يعني مثلا انا لو عايزه اضيف فيديو هنا هضطر ان انا اعمل كده
واحط الفيديو مثلا وارجع امسك دي وايه واشدها كده. تمام. طب انا عايزه اختصر الخطوه دي بقى، هدوس كنترول زد عشان نتراجع. هقف في الحته اللي انا عايزاها وهروح ايه دايسه على انسيرت هنا، هيعمل لي ايه؟ هيزحزح لي الفيديو ده وينقله ورا ويضيف لي الجزء هنا. طيب لو انا محتاجه ان انا احطه فوقيه فانا هعلم على ايه؟ على ده، فلو دوست عليه هيضيف لي فوق الفيديو اللي موجود. فدايما انتبه واخد بالي انا بعمل ايه. انا هضيف مثلا الفيديو ده في الجزئيه دي وزحزح ده لورا، فانا هعلم. طبعا انا هنا دايسه على ايه؟ على V1. لو دوست على A1 هيضيف لي الصوت والفيديو. لا انا محتاجه اضيف الفيديو بس، فانا ايه هلغي دي. ادي ايه اضافه للفيديو اهو، نقل لي. طبعا انا مش محتاجه الفويس اللي تحت ده قوي، يعني انا حاطاه عشان ممكن انا في الاخر احتاجه ان انا مثلا اضيف ارضيه او باك جراوند للصوت الاوفر، الفويس اوفر بتاعي، فانا هخليه في الاخر. ممكن ان انا احط الصوت ده في الاخر يبقى باك جراوند لايه؟ موسيقى هاديه كده تحت ايه؟ الفويس اوفر بتاعي. تمام. بص انا ضفت كام فيديو، تعالوا نشوف كده من الاول. في عالم الطبيعة تخوض الحيوانات يوميا صراعا مستمرا من أجل البقاء، ولكي تستطيع النجاة والحصول على الغذاء تمتلك العديد من الحيوانات تكيفات خاصة تساعدها على العيش في بيئاتها المختلفة. تمام. يبقى انا كده رجعت معاك على السبيس. طبعا السبيس اتفقنا ان السبيس بار بيعمل بلاي ويعمل ايه؟ ستوب. وخدنا الكات العادي اللي هو اداة ريزر تول. خدنا الفي. طبعا افكرك ان السيلكشن تول كان الشورت كات بتاعها في. خدنا ايه كمان؟ كنترول زد. طيب افكرك ان احنا عندنا كمان شورت كات كانت ظريفه قوي. كنا بنقف هنا وندوس ايه؟ دبليو. لو دوست دبليو هيقص لي الجزء اللي قدام هنا ويروح ايه؟ نقل لي الباقي قدام، بس ده في نفس الكليب. طيب تعالى بقى ايه؟ عايزين نلغي اللي ورا ده، هدوس ايه؟ كيو. فاكر الكلام ده؟ هعلم على الفيديو كده وادوس كيو. طبعا مش عارفه ليه الكيو مش شغاله. تعال نجربها هنا. دوس كيو ينقل لي ايه؟ يقص وينقل لي. طبعا الكيو للدبليو للجزء الدبليو الجزء اللي ورا، والكيو بيقص الجزء اللي ايه؟ اللي قدام وينقل طبعا الشغل بتاعي. فدي برضو شورت كات سهله كنا بنستعمل. افكرك برضو بالدراج اند دروب. بدوس ايه؟ الت. لو انا عايزه اعمل دبليكيت للموفي كليب بتاعي بعلم عليه وادوس الت واشده لفوق كده يعمل لي ايه؟ دبل كليك من نفس الفيديو، وكمان يضيف لي تراك. هندوس كنترول زد عشان نتراجع. طيب كده احنا بقينا عارفين الاساس اللي هنشتغل عليه، يعني خدنا بعض الحاجات البسيطه وانا فكرتك بيها برضو. عايزين نضيف مثلا ايه كمان؟ انا دلوقتي حطيت كذا فيديو موجود عندي بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب انا محتاجه الكليبات اللي موجوده دي محتاجه اميزها. يعني مثلا انا عندي كليب المفروض ان انا يعني اميزه عن الباقي بحيث ان انا اعرف اشتغل بيه او اعرف اجيبه. او انا مثلا دوست كليك يمين ودوست على ليبل وغيرت لونه، لقيته مثلا احمر، او ممكن اي لون تاني. لو انا محتاجه ان انا اغير لون الكليب بحيث ان انا ايه؟ انتبه. يعني مثلا ممكن ان انا الكليب ده مثلا انا عايزه احطه في الاخر، مثلا عايزه اشتغل قبليه هنا في الحته دي، اضيف كليبات بحيث ان الفيديو ده ايه؟ يظهر في اخر الفيديو مثلا يعني. تمام. فانا البرنامج بيديني فرصه ان انا اغير لون التراك، ودي ميزه برضو كويسه عشان لو محتاجه ارجع لاي تراك عندي. قبل ما نبدا ناخد بقى ادوات جديده لازم نفهم حاجه مهمه جدا، ان لو الواحد مبتدئ هيعمل فيديو، يعني انا دلوقتي ممكن ان انا اشتغل بالكات اللي هي دي الريزر تول وبالسلكشن تول واقص واشد واسحب والدنيا تبقى ماشيه معايا وخلاص، وزي يعني هطلع شغل برضو. بس المونتير المحترف
لازم يكون بيختار افضل لقطات موجودة عنده تناسب شغله، ويكون طبعا مسهل على نفسه ينجز شغله بسرعة. وده محتاج منه ان يتعلم بقية الادوات ويبقى محترف في الادوات اللي موجودة، اللي بتخليله بدل ما يعمل اكتر من خطوة يعمل يعمل اكتر من خطوة بخطوة واحدة. يبقى المونتاج ده بالنسبة لك بيبقى بتنقل احساسك وبتدي شغل مناسب، يعني يوصل الفكرة اللي انت بتعملها، بتبقى مرتب نفسك ومفيش لقطات مثلا ملهاش لازمة، الوقت ما بيبقاش طويل، او في وقت مثلا احنا ضايفينه بيقعد فترات مثلا ساكت فيها. مرتب بالفيديو كليب بتاعك، وعارف انت بتضيف فين وبتحط ازاي، عارف شغلك باوله واخره. ما انتش بتيجي مثلا لما تيجي تعدل تقعد تدور انا وقفت فين وهوقف شغلي فين وهشيل ايه واحط ايه. بيبقى الموضوع صعب لما يكون السيكونس بتاعك مليان. لو السيكونس بتاعك مليان هتتعب جدا في شغلك، فلازم تكون محترف لكل الادوات اللي موجودة، او على الاقل 90% منها. تعالوا النهاردة نضيف، طبعا عايزة افكرك ان احنا خدنا الاداة دي كمان اللي هي السيلكشن، دي برضو تراك سيلكشن فورورد، تمام، والتراك سيلكشن باكورد. طبعا دي اول واحدة، دي لما نكون محتاجين نعلم من اول الفيديو اللي احنا اخترناه مع ايه بقية الفيديوهات اللي بعديه. هعلم كده، هدوس هيعلم لي على ايه، ادي يعلمني على كل يعني الفيديوهات اللي ورا الفيديو اللي انا اخترته، وابتدي بقى اعدل فيه زي ما انا عايزة كده. هدوس كنترول زد مرة كمان. طيب السلكشن التانية دي بيعلم لك على ايه اللي قبل، يعني هعلم على اللي قبل كده، يبقى انا كده اخترت الفيديوهات اللي قبله، اقدر ايه اخدها كجزء كده كامل على بعضه وانقله. تمام، يبقى انا عندي ايه السلكشن تول، ودي برضو تبع للسلكشن وايه راجعنا عليها. وطبعا الكات معانا. هنيجي بقى نشوف ايه ادوات جديدة النهاردة بقى، والادوات دي مهمة جدا ان احنا نركز فيها. اول الاداة اللي هي الايقونة دي، طبعا انت ما تيجي تفتح هتلاقي 4 ايقونات عندك هنا. الاداة الاولانية دي اللي هي الريبل اديت تول، والشورت كات بتاعها بي. فكرتها بسيطة قوي، انك لما تيجي تقص جزء الباقي بيتحرك تلقائي عشان يقفل الفراغ اللي انت ايه قصيته في الفيديو. طب تعال نشوف كده، مثلا انا لما اجي محتاجة ان انا اقص مثلا جزء من الفيديو ده واجي اعلم على الباقي اللي فاضل وارجعه، يبقى انا عملت ايه خطوتين. كنا بنعمل ايه، كنا بندوس على الاريزر تول وبندوس في المكان اللي احنا عايزين نقصه، ونرجع تاني للسلكشن، وبعدين ندوس على الجزء اللي احنا مش عايزينه ندوس باك سبيس او ديليت، ونرجع تاني ندوس على الفراغ الموجود ندوس ديليت. انا كده عملت ايه 4 خطوات. طب انا ممكن اعمل الخطوات دي كلها مرة واحدة بأداة واحدة بس. تعالوا نشوف. طيب لما اعلم على الأداة دي زي ما انت شايف، طبعا انا لو انا الاول انا محتاجة هنا اقص حتة هنا، تمام، واستخدم الأداة دي اهي، اهو بشد، لما اشد بياخد لي كل الاجزاء اللي ورا وبينقل. يبقى انا مش محتاجه ان انا بعد ما اقص اقف تاني في نفس المكان وادلت وارجع تاني الغي الفراغ بتاعي. فهو نقل لي اهو زي ما انت شايف كده، ينقل طبعا يمين او شمال براحتك. يعني بص هنا لو جيت وقفت هنا وانا دايسه على اداه الريبل تول، بص الجمال اهي، الدنيا سهله اهي، الدنيا سهله. فانا مش محتاجه ارجع اقعد اعدل اقص وارمي وارجع الغي الفراغ، فهو كده لغالي الفراغ من غير حاجه. ندوس كنترول زد نرجع كل حاجه زي ما هي. طيب ادي الاداه بتاعه الريبل اديت تول. طيب تعالوا ناخد الاداه اللي تحتها اللي هي اداه ايه الرولينج اديت تول، اللي هي ايه الشورت كات بتاعها ان. دي مختلفه شويه، دي بقى بتاثر على بدايه الفيديو. يعني مثلا انا وقفت عند يعني في الحته دي هنا، بتاثر على ايه، على بدايه نهايه الفيديو ده وبدايه الفيديو اللي بعده. ازاي يعني؟ انا لو جيت وقفت هنا وشديت يمين او شمال، ايه اللي حصل؟ خليت الفيديو اللي قبل يقل والفيديو اللي بعد ايه
مدته تطول شويه. يبقى ايه الفرق بينها وبين الاداه اللي قبلها اللي هي ريبل ايديت تول؟ ريبل ايديت تول بتشد الفيديو بالحاجه اللي وراها كله وتنقلها. يعني مثلا انا كده هشد كده وارجع، خدت الفيديو كبدايه كده زي ما هو، ما غيرتش في التايم بتاعه اللي هو الفيديو الاخير، ونقلته فوق الفيديو اللي قبله. نفس الفكره هنا، هشد وانقل من غير ما اغير الفيديوهات ايه اللي ورا، انا بغير في فيديو واحد بس. طيب الرولينج اديت لا، دي بتغير في الاتنين. يعني انا لو محتاجه مثلا اطول الفيديو ده واقصر الفيديو اللي بعده، فانا هقف في النص كده واشد. ايه اللي حصل؟ زودت مده الفيديو ده وقللت ايه مده الفيديو اللي بعده. يبقى انا هنا بعدل في الفراغ، او في مش الفراغ اللي هي نقطه الالتقاء بين الفيديوهين، واحد بيطول وواحد بيقصر على حسب ما انا ايه مختار. يعني انا ممكن اعمل كده، اطول الفيديو الاخير واقصر الفيديو اللي قبله، او العكس ان انا ايه اطول الفيديو اللي قبله واقصر اللي بعد. دي الاداه اللي هي رولينج ايديت تول. انت كده بتغير نقطه القص بين كليب والكليب اللي بعده في اداه الرولينج ايديت تول. تزودي جزء وتقصري في الجزء التاني او اللي قبل، من غير ما تغير طول الفيديو النهائي. يعني انا لو جيت بصيت هلاقي الفيديو النهائي اللي المفروض طبعا احنا واقفين هنا، الفيديو النهائي هنا طبعا لسه هكمل بقيه الفيديو، بس انا ايه وقفت لحد هنا. ده ما طولش معايا، بالعكس انا شغاله في الجزء ده، والفيديو النهائي بتاعي زي ما هو واقف عند الجزء ده. فانا مهم عندي ان تعديل التوقيت بين المشاهد يبقى سهل عليا ان انا ايه اغيره. تعالوا بقى نشوف اداه كمان اللي هي سليب تول. فين السليب تول؟ اهي هنا في الحته دي. لو دوست كده ادي السليب تول وادي السلايد تول. هنتكلم الاول على السليب تول. ايه حكايه بقى السليب تول دي؟ سليب تول هي اداه ذكيه بتخليك تغير المحتوى الداخلي للكليب من غير ما تغير مكانه او حجمه على التايم لاين. يعني انا الفيديو ده بدايته عندي من اول هنا، اللي لونه احمر ده بدايته من اول هنا ونهايته لحد هنا. انا مش عايزه اغير السايز بتاعه او التوقيت بتاعه على التايم لاين زي ما هو، بس انا هعمل ايه؟ انا محتاجه ان انا اجيب مشهد، يعني اغير الفريم الاولاني ده والفريم الاخير بحيث ان اقدمه شويه. طب تعالى نشوف ازاي. هنختار الاداه سليب تول، او طبعا ندوس حرف الواي وهقف على الكليب كده واشده قدام شويه. ايه اللي بيحصل؟ زي ما انت شايف كده هتلاقي ظهر عندك الفريم الاولاني والفريم الاخير في الكليب ده. يعني ممكن ان انا اجيبه يمين شويه. انا عملت ايه؟ غيرت بس ايه كاني قصيت الفيديو، غيرت ايه مكان القص من غير ما اغير مساحه او التايم بتاع الفيديو. يعني انا جيت هنا الفيديو ده انت بصيت فيه هتلاقي ايه ده مقاسه كبير بالشكل ده، فانا جيت قصيت الجزء ده تمام، وجيت لقيت ان انا لا محتاجه ان انا اعدل في اول فريم واخر فريم من الفيديو. فانا بعمل ايه؟ بمنتهى البساطه هدوس على سليب تول واشد بالمنظر ده، او اعكس لو انا عايزه، وهيظهر عندي زي ما انت شايف الفريم الاولاني والفريم الثاني اللي المفروض يظهر في الكليب ده. اوكي، تعالوا نرجعه هنا بقى مكانه في الحته دي. تمام، دي اداه السليب تول. عندك فيديو ثابت في مكانه، لكن هتغير الجزء اللي بيظهر منه، اللي بيظهر من الكليب نفسه، نفس المكان نفس المده، لكن المحتوى بيختلف. وده طبعا مش هتقدر تعمله الا لما يكون انت قاصص في الكليب نفسه، يعني الكليب نفسه طويل وانت قاصص جزء منه. طبعا ده مهم جدا في الاعلانات والمونتاج يعني. طيب عندنا الاداه الرابعه اللي هي سلايد تول، والشورت كات بتاعها يو. ده بتتحكم في مكان الكليب نفسه، يعني الكليب بيتحرك يمين او شمال، لكن الكليبات اللي حواليه ايه تتعدل تلقائي. يعني انا مثلا عندي الفيديو ده، عندي الكليب اللي موجود في النص ده، انا محتاجه ان انا اجيبه يمين او شمال
وفي نفس الوقت الفيديوهات اللي حواليه يتعدل التايم بتاعها على حسب ما انا هنقله. يعني مثلا جيت شديت ده كده، ايه اللي بيحصل؟ طبعا الفيديو ده يعني المفروض لاحظ ان الفيديو ده لازم يكون نهاية الفيديو بداية للفيديو اللي بعده، يبقى موجود ايه ملتصق بيه. فانا بعلم على الاداة كده اللي هي سلايد تول، وابتدي اشد الفيديو يمين او شمال. بص هنا، شوف الدنيا سهلة ازاي. يعني انا لو جيت وقفت في اي حتة عايزة ازحزحه يمين ازحزحه شمال، ايه اللي بيحصل؟ طبعا الفيديو زي ما هو ما بيتغيرش طوله او التايم بتاعه، ايه اللي بيتغير؟ الفيديو اللي قبله واللي بعد. يعني هنا هيزيد وهنا هيقل لو انا جبته كده، او ان انا اعمل العكس، فبالتالي ده يقصر وده ايه يزيد. ده الاداة اللي هي سلايد تول. كليب بيتحرك يمين او شمال، لكن الكليبات اللي حواليه هي اللي تتعدل، لكن الكليب نفسه بتاعي ثابت. طبعا ده انا بستخدمها لما اجي ارتب شغلي في الاخر، بظبط تتابع الفيديوهات اللي موجودة بدون ما اكسر التايم لاين. تمام؟ يبقى احنا كده خدنا 4 ادوات النهاردة مهمين جدا تعيدوا تتمرنوا عليهم، وطبعا تفتكروا بقية الادوات اللي قبل كده واخدينها. عايزة افكركم طبعا في حاجات احنا برضو لسه ما قلناهاش بالنسبة للتراكات. ايه العلامة دي؟ لما ادوس عليها كده اللي موجود فيها ايه؟ يعني انا دلوقتي لو عايزة اللي هي الاعدادات، اظبط اعدادات التايم لاين الموجود عندي هنا مثلا. بص الثامبنيل اللي موجود، لو عايزة اخفيه فادوس على ايه؟ شو فيديو ثامبنيل، او ان انا اعلم مثلا او اغير حاجة، اشيل مثلا النيم اللي موجودة اهي. عايزة اشيل الويف اللي موجودة، بدوس هنا مثلا وادور على شو اوديو ويف. لو جيت انا محتاجة ارجعها تاني هعلم عليها برضو هترجع تاني. فده الاعدادات بتاعة التايم لاين بالطريقة اللي ايه تريحني في الشغل. يعني ما يبقاش عندي تفاصيل كتير قوي وانا مش محتاجاه. يعني مثلا ممكن انا استغنى عن الاسم، مش محتاجة الاسم، واحيانا ممكن ان انا ابقى محتاجة الاسم فانا اعلم عليه واظهره. الثامبنيل مثلا مهم لان انا اعرف الفيديو شكله ايه على حسب ما انا عايزه. في واحد بيفضل ان هو تبقى ظاهر الثامبنيل عنده، وفي واحد بيفضل ان اسم الفيديو هو اللي يبقى موجود. على حسب اللي يريحك ممكن انت تعدل وتغير في الحاجات الموجوده، وتشوف ايه الشكل في الاخر هيطلع شكله ايه. تمام؟ يبقى انا نظمت الكليبات بتاعتي، ترتيب الفيديوهات ظبطته، عندي الالوان بتاعت الليبل بتاع الفيديو كليب غيرتها عشان يبقى سهل عليا. الهدف من المحاضرة دي ان انت تخلي شغلك سهل والتعديل سهل. تمرينك على الادوات دي هيخليك تعرف تشتغل بمنتهى السهولة من غير ما تعمل اكتر من خطوة، ومن غير ما تبقى التايم لاين عندك فيه فوضى او فيه عدم ترتيب، ومن غير ما يكون طبعا في قص عشوائي. لازم يكون انت بتقص وعارف انت اللي هتقصه ايه واللي هتشيله ايه واللي هتحطه ايه من الكليبات اللي موجودة. لازم طبعا كل كليب يكون ليه سبب، هو محطوط عشان يوصل فكرة او يوصل معلومة، فانت لازم ايه يعني ما يبقاش التايم لاين عندك مليان فيديوهات ملهاش لازمة. يعني مثلا انا لو انا جيت رفعت ده كده، طبعا هشده فوق كده عشان اعمل كليب، اعمل قصدي تراك، اضيف كده تراك. لو انا عندي فيديوهات كتير هنا، طبعا انا هبقى حاطه هنا فيديوهات، لازم يكون لي هدف ان انا حاطه الفيديو ده هنا. ممكن ان انا ايه عايزه ايه احطه هنا عشان مثلا لو اختار مثلا العميل غير حاجه، لغى فيديو قال انا عايز يظهر، يا مثلا عملت تعديل وجي العميل طلب تعديل تاني، ممكن يجي بعد كده يغير رايه يقول لي لا التعديل الاولاني كان احسن. فانا ببقى حاطه الفيديو وانا عارفه انا بعمل ايه. يعني حاطه الفيديو هنا في الحته دي، مش حاطاه كده لمجرد الزحمه او ان يبقى فيه شغل كتير وخلاص، لا انا حاطاه عشان مثلا انا جيت عدلت مثلا فيديو مثلا كان هنا ده كان بدل ده مثلا، وجي قال لي لا عدلي ده وحطي في فيديو التاني. بمنتهى البساطه هخلي ده فوق وده تحت كده مغطيه، وبالنسبه لي ابقى عارفه ان الجزء ده لو طلب ان انا العميل ان انا اعدله بقى سهل عليا
بدل ما ارجع افتكر اقول انا كنت حاطط ايه او شايل ايه، لا خلاص الحاجة موجودة عندي. فاي فيديو كليب انت حاطه لازم تكون عارف انت حاطه ليه، مش مجرد ان زحمه او فوضى بس موجوده على التايم لاين. لازم دايما يبقى شغلك مترتب، لان التايم لاين ده هتيجي عليك في وقت هتلاقيه مليان مليان، مش هتعرف ان انت تشتغل من غير ما تكون مرتب الدنيا عندك. هتلاقي نفسك بتاخد وقت كتير، هتلاقي نفسك بتوقع شغل منك او بتغلط غلطات ممكن العميل يتضايق منك فيها. تمام كده. عايزاك التمرين بتاع النهاردة هتجيب فيديو بسيط هتمسح منه اجزاء، هتستخدم الريبل اديت والرولينج اديت والسلايد والسليب. لازم تستخدم الاربع ادوات اللي انا النهاردة اديتها لك وتتمرن عليها. تمام كده ان احنا النهاردة دخلنا في القص الاحترافي، ان انت ازاي تبقى محترف، تعمل سيلكشن وتقص الجزء اللي انت محتاج تشتغل فيه من غير ما تتعب وتعمل خطوات كتير. بدأنا طبعا نفهم معنى المونتاج الحقيقي ونستخدم أدوات متقدمة في الدرس ده. النهاردة هنقف لحد هنا. ما تنساش التمرين اللي أنا طلبته منك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو الفيديو عجبك ممكن تشارك معاه مع بقية، يعني شاركه مع غيرك، واستناني الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل بقية الادوات. وشكرا.